أصفهان. بالتالي الكرة العراقية عزيز المتابع الكل يعني يعلم بوضعية الفرق العراقية وبوضعية طبعا الروح الكبيرة. رزاق حمد الله يحاول من الجهة اليمنى، لا تزال قائمة ملعوبة أمامية. من حضر لآسيا في حضورها الأول لا يتأخر في مساء هذا اليوم، لا يتأخر إطلاقا. أتى النصر في ملعب النصر هنا في هذه المباراة ليسجل الهدف الأول. أتى الهدف المنصور هنا يأتي ويسجل هنا في هذه اللحظات الضربة الأولى والطلقة الأولى الموجعة جدا بالنسبة للشباك الإيرانية. يا له من هدف ويا لها من بداية ويا لها من روعة تبدأ بها هذه المباراة. لاحظوا كيف كانت، كيف لعبت، كيف أرسلت، كيف ترجمت، كيف وصلت، وكيف كانت النهاية بعد ذلك بالنسبة للنصر السعودي. الله 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 على كرة لعبت بهذه الطريقة بهذه الوضعية. بعد ذلك أتت الأخبار. المباراة التي يلعبها في هذا المساء هل يبحث فيها عن صناعة أمر جديد؟ لا أظن ذلك، لأن كما تحدثت بأن نادي النصر يبحث عن عودة بالنسبة إلى وضعيته الطبيعية، فوضعيته الطبيعية بدون أدنى شك بين الكبار على مستوى قارة آسيا. كرة ملعوبة إلى الأمام خطيرة أمامية. على ذبهان الذي يسجل التعادل. الملامح كانت واضحة جدا لهذا التعادل منذ لحظات، عندما اقترب الفريق الإيراني من تسجيل هدف منذ لحظات. يأتي لنا هذا الأمر هنا بشكل رسمي، يسجل في هذه اللحظات عن طريق محمد مهدي. محمد مهدي يسجل هدف التعادل. الظهير الأيسر تقدم هنا وأتى بهدف التعادل. أتى بهدف التعادل من بين عمر حساوي وعبد الله ماد. ارتقى عاليا، ضرب الكرة بالراس، صوب الكرة إلى الشباك، معلنا هنا عن الضربة التي توجع النصر، توجع دفاعات النصر في هذه المباراة. لنقصان التركيز بالنسبة لعناصر لدفاعات النصر تحديدا أو في المنظومة الدفاعية. الأمر ليس مقصور على الأربعة أسماء الدفاعية. بالتالي الأهداف الإيرانية المسجلة كلها من كرات. الثاني هو وحيد زادة وكلها عناصر دفاعية. بالتالي الأهداف الإيرانية المسجلة هوائية كلها من كرات هوائية. بعد دقيقة 110 في تلك المباراة عبد الرزاق حمد الله خاف الله طريقة لشوط المباراة الثاني. عبد الرزاق حمد الله يتقدم الآن حمد الله. على الكرة الماضية عادت ثم ماذا كم المباراة. كرة غريبة، قرار كان واضحا وحمد الله أهدر هذه الركلة، ولكن ينتظر منه ألا يضيع طبعا الركلة مرة أخرى. تعلن من خلالها كرة. الله تمكن حارس المرمى من التصدي لها في المرة الأولى، لكنه من المستحيل أو من الاستحالة